هذه لوحة فنية نادرة تجسد امرأة مغربية أمازيغية رسمها فنان فرنسي، وهي محفوظة اليوم في متحف ميوزي أوكسيتاني ضمن مجموعة باريور الخاصة بجوسلين ديديه. تظهر المرأة وهي ترتدي الحلي الأمازيغي التقليدي المزين بالفضة والنقوش الهندسية المرصعة بالأحجار الحمراء، إضافة إلى عقود من الخرز الأصفر والأخضر ورمز النجمة الأمازيغية المميز، مع غطاء رأس أبيض وأطراف مطرزة بالأزرق. هذا المشهد لا يوثق فقط جمال الزي الأمازيغي، بل يخلد موروثاً ثقافياً ضارباً في عمق التاريخ المغربي. هنا لا نتحدث عن مجوهرات، بل عن ذاكرة تتزين وهوية تتلألأ عبر الزمن.